تنطلق ابتداء من الساعة 4. فريق الرجاء البيضاوي اللي كان جرى آخر حصة تدريبية يوم أمس، في حين نفس الشيء بالنسبة لفريق المولودية استعدادا لهذه المواجهة، ولو أنه على مستوى الإقامة كان هناك الفندق اللي كان في فريق الرجاء البيضاوي كان قريب من الفندق اللي يقيم فيه أيضا فريق المولودية الوجدية. الجماهير شاهدنا حاضرة هنا بمدينة وجدة منذ يوم أمس، كان هناك الجماهير تقاطرت على الملعب منذ الساعات الأولى من الصباح، لكن بشكل أكبر ابتداء من الساعة 1 امتلأ ملعب الشرفي لمدينة وجدة عن آخره بالجماهير المساندة للرجاء كما الجماهير المساندة لفريق المولودية الوجدية. إذا سي كنظن أنه بالنسبة للاعبين باستثناء غيابين اثنين فريق الرجاء البيضاوي، الفريق المتوجدة كيحضر باغلبيه العناصر الاساسيه. بالفعل المولوديه الوجديه كتحضر بجميع العناصر ديالها اللي سبق له انه فاز على النادي القنيطري، بخلاف انه دخل اليوم الازهري كحارس مرمى مكان الحلافي، ولكن من غير هذا فجميع العناصر موجوده في المولوديه الوجديه. بالنسبه للرجاء البيضاوي فهو غايب عليه الحافظي اللي كيكون واحد ثلاثي قوي هو والوادي والقديوي، ولكن اليوم كيدخل بلاصتو اساموا اللي مطالب باعطاء الكثير لفريق الرجاء، خصوصا انه لاعب اجنبي. كنظن بانه التشكيله فهي اصبحت قاره بالنسبه للرجاء، وهذا ما يبحث عنه المدرب الاكرول هو الاستقرار على مستوى التشكيله الرسميه. كاين على مستوى بنك الاحتياط ياسين الصالحي واولحاج، هاد جوج لاعبين فهم كيعانيوا من الاصابه سابقا، وبالتالي الادخال ديالهم في هذا اللقاء في ملعب معشى وشاب اصطناعي فهو غادي كاين مجازفه او مغامره من طرف كرول، وبالتالي حافظ عليهم في دكه الاحتياط تاهبا لمقابلات في المستقبل القريب. إذا نتعرف مرة أخرى على تشكيلة الفريقين. بالنسبة لفريق المولودية فهو يدخل بالتشكيلة التالية: يحيى الأزهري، عصام الحلافي هذا احتياطي كحارس احتياطي، هناك كريم الهادي، عصام البودالي، أيضا رضوان الدردوري، يحيى جبران، علي تيام، سيكو باغايوكو، اللاعب أحمد كرارشي، اللاعب منصور عبد الإله، وبن جمال بارفي زيوندو، وياسين الذهبي. هذا بالنسبه لفريق مولودية وجدة. في حين فريق الرجاء البيضاوي: انس زنيتي، عمر بوطيب، اوال محمد، بانور بدر، اللاعب الكاروشي، احمد جحوح، يوسف القديوان، كبير الوادي، اساموا، محمد بكيكو، احمد بامعمر. اذا دخول الفريقين لارضيه الملعب دائما نشاهد الابداع على مستوى التفوات، لا بالنسبه لفريق مولودية وجدة كما بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. شاهدنا ايضا بالامس مجموعه من الابداع على المستوى الجماهيري في لقاء المغرب التطواني واتحاد طنجة والمغرب التطواني. اذا هذه كنظن مجموعه من الاشياء اللي كتعطي شماليه للمقابلات. ونشاهدوا دائما لو امكن السير عمري على الجهه اليمنى نشاهدوا صور جميله جدا بالاحمر والاخضر، وهذه الصور اللي بالفعل كتعطي وكتزيد كتغني في هذه المقابله هذه اللي كتجمع فريق الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة برسم الدورة الثالثة من بطولة القسم الوطني الأول. ما يناهز تقريبا 20,000 إلى 25,000 متفرج يتابعون هذه المقابلة. كما ذكرت سابقا 25,000 تذكرة تم طبعها في هذه المواجهة خصيصا لهذه المقابلة، من بينها 5,000 لفريق الرجاء البيضاوي. لكن ما يجب الإشارة إليه أظن أنه على مستوى الحضور الجماهيري الجمهور الرجاوي يتعدى هذا الرقم، أي 5,000 مخصصة لحصته في هذه المواجهة. وبالتالي هناك فقط إن بقيت بعض المدرجات الفارغة فهي كما ذكرت سابقا دائما مدرجات تم تركها لإجراءات أمنية ولتدبير هذه المقابلة من الناحية الأمنية. بالنسبة للحكام، حكام هذه المقابلة: عادل زراق، في حين حكم مساعد أول أمين العريسي، والحكم الثاني بوعزة إيكن، والحكم الرابع محمد المريني من عصبة الشرق. هذا هما بالنسبة لحكام الذين يقودون هذه المقابلة، مقابلة الرجاء البيضاوي. إذن خلية أمنية
حضرت مع الجمهور البيضاوي هنا الى مدينه الدار البيضاء. دائما يشرف عليها ويؤطرها احد رجال الامن المعروفين بمدينه الدار البيضاء محمد السعيدي، اللي هو يرافق هذا الخليل الأبيض، سواء تعلق الامر بفريق الرجاء البيضاوي سواء تعلق الامر بفريق الوداد البيضاوي. اذا هذه دائما اللي كتكون متابعه. وحرام انه نشوفوا هذه الجماهير الحاضره ما تخرجش بواحد الطابق كروي جميل. اذا اللاعبين مطالبين باعطاء هدايا لهذا الجمهور، وهو اللاعب الاستعراضي في صالح الفريق، ما يكونش في صالح اللاعب بذاته، ولكن تكون كمجموعه تعطينا واحد الفرجه، تعطينا واحد الاهداف اللي ما يخرجش هذا الجمهور خاوي الوفاد. نعم، ما يخرج خالي الوفاد. ونذكروا هذا الحارس انس زليتي من اهم المبادرات اللي كانت واللي قام بها المكتب ديال فريق الرجاء البيضاوي من خلال الاعضاء ديالو، الزياره اللي كانت بالامس من خلال طنطاوي عضو احد الفاعلين الاداريين داخل الفريق، وايضا بالعودي المشرف الصحفي، اللي كانت زياره المنزل والدة وعائلة المرحوم الزروالي اللي مرت الآن 4 سنوات على وفاته بمدينة، كانت زيارة بمدينة بركان. كانت مبادرة أيضا من الجمهور اللي ترحب عليه بمدينة بركان، وهذه مبادرة اللي كتأكد أنه الزروالي دائما حاضر في الذاكرة ديال الجماهير الرجاوية اللي افتقدته منذ 4 سنوات. وبعد قليل سيعطي الحكم السيد زراق انطلاق هذه المواجهة. مولودية وجدة ب3 نقاط بعد أن فاز على النادي القليل